ازيكم يا شباب عاملين ايه؟ اهلا بيكم في فيديو جديد على قناه طومانين. انا مصطفى بقدم محتوى عن هوايتي والحاجه اللي بحبها من صغري وهي الفيديو جيمز. بما اننا في اخر الشهر والوضع المادي تحت الصفر ومفيش اي فلوس نشتري بيها العاب، وحتى لو في اغلب الالعاب حاليا ما تستحقش سعرها نهائي. يعني ايه بوردر لاندز 4 ب 80 يورو؟ يعني انتوا كده بتستعبطوا بصراحه. المهم، فغلاء الاسعار والحاله المتقشفه اللي معايا دي فكرتني بايام زمان على البلاي ستيشن 4، ايام ما كانوا كل الالعاب اللي بنلعبها فري زي لعبه فورتنايت وور فريم وبرول هالا. وقلت لنفسي ما ترجع تشوف وتجرب العاب البلاي ستيشن ستور المجانيه طبعا على بلاي ستيشن 5. واتفاجئت لما لقيت ان في اكتر من 80 لعبه مجانيه حاليا على بلاي ستيشن ستور، واكيد انا مش عارف اجربهم كلهم يعني علشان انا بشر. فقلت هختار 5 العاب عشوائيه اجربها في الفيديو ده، وكمان هنقيمهم ونحطهم في تيبل كده ونقرر هل اللعبه دي لعبه اسطوريه ودي اعلى مرتبه خالص، او كويسه ولا عاديه ولا سيئه، او تحت خالص اللي هي يعني في الحضيض ودي مرتبه اسمها في الخرار. هنرتب بقى الالعاب على الاساس ده ان شاء الله. وخلوا بالكم علشان السلسله دي لو عجبتكم ممكن نعمل منها اجزاء تانية، ولكن الالعاب هتبقى من اختياراتكم انتوا. فهمتوا الدنيا؟ دلوقتي بقى يلا بينا نبدا. واعذروني بس يا شباب على اي غلطات او اي حاجه في الفيديو، هتكون طبعا مش مقصوده، فان شاء الله هنوعدكم بالتطور في الفتره الجايه. ودلوقتي يلا بينا نبدا بجد بقى. عمرك فكرت تلعب لعبه سايبر بانك ولكن بشكل باتل رويال؟ يعني انا بصراحه فكرت في ده، وعلشان كده اول لعبه وقع عليها الاختيار هنا كانت لعبه اوف ذا جريد، اللعبه اللي كان بيطلع لي عنها اعلانات في كل مكان من 6 شهور كده تقريبا، لحد ما زهقت وقلت انا خلاص انا هجربها. ولكن خلوا بالكم اللعبه دي في ناس كتير قوي سواء جيمرز او مطورين العاب تانية بيقولوا ان اللعبه دي فيها نصب كبير جدا، زي مثلا طيبه الذكر لعبه ذا داي بيفور. وبرضه لازم اقول لك ان اللعبه دي لحد دلوقتي ديمو من وقت اصدارها اللي هو عدى عليه بتاع 7-8 شهور، فده يزود القلق منها اكتر. بس ما علينا، وتعالوا يلا نبدا اللعبه. اللعبه دي يا جماعه انا كنت سمعت عنها اخبار كده ان هي نصب اصلا، وحاجات كده لها علاقه بالكريبتو كورنسي وحاجات زي كده، فايه متخوف منها شويتين، فبرضه هشوفها واقول لكم رايي. الماتش ميكنج زي النيله بصراحه. باقي لي دقيقه ونص تقريبا. الحمد لله اخيرا دخلت اهي، اخيرا. مش عارف ايه ايه اللي هما بيعرضوه ده بصراحه. يلا بيطيروا، يا سلام يا سلام. اعذروا جهلي يا جماعه، انا بجد ما لعبتش اي العاب باتل رويال نهائي، ولا فورتنايت ولا بابجي. كنت بلعب بابجي زمان قوي على الموبايل، بس زمان فتره الكورونا كده كنت بلعبها مع اخويا ومع اصحابي. بعد كده ما لعبتش اي العاب خالص، فلو في حاجه انا مثلا مستغربها وهي طبيعيه فاعذروني بقى. عمالين يعلموا يا شكلهم محترفين. اما نشوف بقى ما نزلوش ليه. ايه الهبل ده؟ ولا هم نزلوا ولا انا مش فاهم حاجه؟ لو نزلوا خلاص. مش فاهم اي حاجه. انا حاسس ان شكلي عبيط جدا على الالعاب دي، بس هي دي فكره الفيديو، ان انا بلعب العاب انا مش عارفها بس هي تكون مجانيه، فاهم؟ انا خليني مع اسمه ايه، مستر اورك. مستر اورك شكله شكله جديد، بس شكله بيجرب نفس فكره الفيديو بتاعي. انقذني يا مستر اورك. مستر اورك هو كمان. انا فاشل في الالعاب دي بصراحه يا جدعان، انا ما بعرفش العب الالعاب المالتي بلاير دي خالص، اللي هي الاونلاين دي، او ما جربتش بصراحه. ايه ده؟ ايه ده؟ والله مش فاهم ايه ده. ايه ده اصلا؟ انا مش فاهم حاجه. وانت هنا تقريبا بقى في الفكره انت ممكن بقى بتغير ايدك، بتغير رجلك، حاجات كده يعني. الموضوع كله حاجات الكترونيكس وحاجات غريبه كده. طب والله لعبه مش وحشه بصراحه، انا كنت متوقعها اسوأ من كده، خصوصا انها منظور شخص تالت مش تاني، وده غريب في العاب الشوتر شويه، بس والله لعبه لذيذه. كان في معانا واحد تالت، مستر اورك ده راح فين؟ واحد المفروض الزون هتقفل علينا هنا المفروض يعني. ايه ده؟ اللي معاه مات؟ نهار اسود.
خلاص خسرنا كده والّا في respawn تاني والّا إيه؟ مش عارف بس الواد اللي معانا ده شكله جامد يعني شكله قديم. في حد هنا أهو. انزل يا أخي. عامل زي الصرصار مش عارف. إيه ده؟ إيه الهبل ده؟ يعني هو بينط من فوق كل ده طالما فاتح بس الجيت كده عادي، انما لو نزلت على رجلك هتموت. مش عارف ايه الصراحه مش عارف ايه الغباء ده بصراحه. والله بصوا يعني اللعبه زي ما قلت لكم بصراحه مش وحشه خالص، يعني هي تصنف من الالعاب اللذيذه كمان، بس زي ما حذرت بلاش تحط فيها اي فلوس خالص. العب واستمتع عادي جدا بيها لانها فعلا لعبه بفكره وتوجه جديد، وعلشان الاسباب دي لعبه اوف ذا جريد هتروح معانا لتصنيف كويسه. هي بصراحه لعبه كويسه، مش اسطوريه ومش عاديه، يعني هي كويسه يعني من الالعاب الجيده. وتعالوا يلا بينا نروح للعبه الثانيه اللي انا عمري ما سمعت عنها نهائي، ولا في جروبس ولا في فيديوز ولا في اعلانات. يعني اللعبه ما حدش لعبها غير اللي طوروها تقريبا وانا عشان الفيديو ده، ولكن اللعبه دي ادتني احساس العاب السباقات اللي زي ماريو كارت وتيم سونيك ريسنج ولعبه الطفوله طبعا بيتش باجي ريسنج. ولكن اللعبه دي بتلعب فيها بشخصيات ديزني، واللعبه دي هي لعبه سبيد ستورم. اللعبه دي اسمها ايه؟ سبيد ستورم تقريبا. سبيد ستورم هي لعبة عربيات يعني قريبة شوية من ماريو كارت بس بقى بشخصيات ديزني بقى. عندك بقى شخصيات زي مثلا جاك سبارو مثلا من بيرتس اوف ذا كاريبيان، دي اهي بتاع مارد وشوشني، مونستر انك، فيها شورت كاتس برضه زي الألعاب التانية. ميكي ماوس، حسدنا ميكي ماوس ولا ايه؟ جيم لوفت دي لعبة موبايل دي ولا ايه مش عارف بصراحة. تو اكسلريت. انا نسيت اصلا ان انا ان انا بلعب فساكن. نيو جيفت، شكرا يا سيدي. واحاول اتكلم بقى المرة دي. كان بيبقى 8 في ده في والي كمان. والي ده كان الفيلم المفضل عندي وانا صغير بصراحة. ايه ده بقى؟ ايم تو كده عشان تاخد بوست يعني في الاول. اعتقد ده برضه توتوريال. انا مش اكيد مش بقابل ناس حقيقيين كده يعني ولا ايه؟ والله انا مش فاهم. انا عايز العب بقى، عايز العب مع ناس حقيقيين لو سمحت يا سبيد ستورم. هنا بقى الشخصيات. يا عم انا عايز اشوف الشخصيات. ده انت بارد او الواي فاي اصلا واقف مش عارف ايه ده والله. على حظي المنيل. شكرا يا سيدي. مش عارف بصراحة بس مش عجباني خالص. عشان مش بقابل ناس حقيقيين مش عارف بصراحة. ماشي يا سيدي ناخد. شكرا على الهدية. عايز ألعب ماتش بقى يعني عليه القيمة لو سمحتوا. يا إيه ده؟ إركليز، مولان، ألادين، جيسي. يا اختار جيسي يا عم. يا عم ارحمني بقى أنا عايز ألعب، خليني ألعب لو سمحت. يا الله ده تيمز كمان فيها تيمز. أجرب بقى من دلوقتي كده شوية ونشوف بقى. مش عارف أصلا إيه بقى اللي إحنا نلعبه تيمز دي بصراحة. انا مش عارف ايه هي الايكون اللي موجوده دي. يعني انا جنب الاسم بتاعي في علامه البلاي ستيشن. انا بلعب بلاي ستيشن. دي مش عارف موبايل مثلا مش عارف ولا هي اصلا بوتات ولا انا مش عارف حاجه والله. يعني مش هقول ان هي مسليه قوي ولكن يعني لذيذه، خصوصا ان انت بتلعب فيها بشخصيات ديزني. اعتقد شخصيات ديزني اشهر بكتير قوي من شخصيات اي شركه تانية. يعني انا بلعب بميكي ماوس وفي معايا بقى شخصيات تانية حتى من افلام، مش شرط حاجات انيميشن بس. في حاجات من ألادين، في حاجات من فروزن، في حاجات من والي مثلا، في حاجات حلوه. نلعب كمان مرتين. هنلعب ده سولو وبعد كده هنلعب اللي هو واحد بس اللي هو تريو ده ومش عارف اسمه ايه. ونشوف. عندك فيه هنا باز لايتير كمان.
الحته دي بتفكرني بالميشنز بتاعت العربيه بتاعت باتمان في باتمان اركام نايت بتاع البات موبيل، هي اللي كان فيها الحاجات دي، تبقى العربيه ماشيه على الحيطه كده. كانت مهام بصراحه بتاعت باتمان دي كانت مش عارف، بس انا ما كنتش بحبها بصراحه. يعني غالبا كل اصلا المهام بتاعت كان اسمه ايه والله نسيت اسمه، بس هو الفيلن اللي هو بيبقى لابس اخضر ده اللي بيحط لك فيه بقى بازلز وحاجات كده في كل اللعبه. المهم انا كسبت، فمش عارف بصراحه بقى فوتات ولا لا، ولكن يعني بصراحه الوضع مش مطمئن. يعني شكلها كده هتاخد تقييم مش كويس شكلها. اللي راح فين؟ تعالى، مش عارف انت اسمك ايه، تعالى يا 87. مش عارف بصراحه، مش عارف بس مش عجباني اللعبه. يعني ما اعتقدش ان انا عمري هفتحها تاني مثلا بعد ما الفيديو ده يخلص، ما اعتقدش ان انا عمري هفتحها العب فيها شويه. السباقات فيها قصيره قوي ومتكرره جدا، مش عجباني خالص بصراحه. فشكرا لعبه سبيد ستورم لحد هنا، ونشوف بقى اللعبه اللي بعدها. طيب لعبه سبيد ستورم زي ما قلت لكم هي لعبه فكرتها جميله، ولكن تنفيذها ما كانش قد كده خالص بصراحه. بس مع ذلك هي لعبه مش سيئه قوي برضه، كفايه انها بتعتبر بديل مجاني لالعاب زي اللي ذكرناها من شويه، واللي منهم ماريو كارت وورلد اللي بتتباع دلوقتي ب $80، انما دي يعني ببلاش، حمل والعب على طول. بصراحه محتار في تقييمها شويه، ولكن للانصاف انا هحطها في لعبه عاديه، عشان لو حد فيكم بيحب العاب العربيات ممكن اللعبه دي تعجبكم، ولكن يعني بالنسبه لي انا هي لعبه يعني هنقول عاديه. وتعالوا يلا بينا نروح للعبه الثالثه معانا، وهي لعبه ستامبل جايز، اللي انا طول الجيم بلاي بقول عليها ستامبل جاي مش عارف ليه، بس يعني عدوها لي. المهم اللعبه دي من اكتر الالعاب اللي انا استمتعت بيها في الفيديو كله، ممكن علشان اسباب شخصيه او علشان اللعبه فعلا تستحق. يعني اتفرجوا انتوا بقى احكموا بنفسكم. نيجي بقى بعد كده لعبة ستامبل جايز دي بصراحة لعبة تقليد للعبة تانية، ولكن دي كانت نازلة فري، اللعبة التانية كانت بفلوس. دي كانت نزلت فري وكانت وقت الكورونا، كنت بلعبها انا واصحابي كتير جدا على الموبايل، بس انا فاكر ان هي لعبة لذيذة، لعبة موبايل لذيذة، فمش عارف بصراحة، فهجربها تاني معاكم هنا. اول مرة اجربها على الكونسول بصراحة، بس هي لعبة دمها خفيف، فانت بتلعبها مع اصحابك بتهزر بتاع كده يعني. اعتقد انتوا عارفين شبه لعبة ايه، شبه لعبة فول جايز يعني كده. قوم يا ابني، يخرب بيتك، وقعت خالص. شكلي مش هكواليفاي من اول 12 كمان. بهدوء لا، هي بس كده تعمل بهدوء كل حاجه هتعدي وتبقى زي الفل. ايه ده بس؟ الحمد لله كواليفاي. بس والله بجد لعبه ممتعه يعني، انا مجربها قبل كده بس مجربها على الموبايل، بس والله حلو فشخ يعني بصراحه. الميشنز فيها بتبقى ايه راندوم كده. سكور جولز. يا ابني دخلتها في نفسي ولا ايه؟ شوف مدافع راموس، انقذ يا ابني انقذ. ده انت رخم يا ابو، يا دي اسمك فالد 3 ده انت رخم. ده احنا تعادل اصلا، انا دخلتها في نفسي اصلا، يخرب بيت الغباء. روحوا يا جدعان، انا هقف انا ورا، انا هقف انا ورا. ما يجيش فينا جون، اهم حاجه في 4 ثواني بس كده المفروض كسبنا كواليفايد الحمد لله. هنا 6 والله. فيها سكنز حلوه، فيها ساندي بتاعت سبونج بوب، ليزر تريسر بتاع دي ما بحبهاش، اتقرفت منها من كتر ما كنت بلعب حاجات زي كده مع اخويا في العاب التيكس 2 وسبليت فيكشن وحاجات زي كده. مفيش فاضلش غير انا والراجل ده. ما هتموت يا معلم كيفن. الحمد لله فزت. الحمد لله انا كده اللي فزت صح اهو يا عم، خدت التاج الحمد لله. والله لعبه بجد حلوه بصراحه يعني. في كمان ممكن بقى تلعبها مع اصحابك، فبيبقى جواها لذيذ لما انت تبقى اصحابك وتشوفوا ده مات مثلا بطريقه بتضحك بتاع، فبتبقى ألذ بكتير. المفروض دي انا و4 بس ولا ايه؟ مش فاهم. انا و4 بس فاكرها انا دي كنت بلعبها مع اصحابي، اللي هي نص مكسوره دي ممكن تتكسر، بتنط فيها بتتكسر. فيها ليزر كمان. اوب نط انا خلاص كده، هو اللي كسب. والله لذيذه بصراحه. فيها ايه حاجات فري.
انا فاكر كنت فاتح سكنز كتيرة برضه بس على الموبايل، مش كتير قوي يعني، بس كنت فاتح سكنز. 5 توكنز شكرا. انا ما بشحتش يا سيدي، شكرا. هي بصراحة ممتعة يعني، ما اكدبش عليكم، ممكن بعد ما اخلص الفيديو اقعد العبها عادي، هتبقى مسلية يعني. حتى والله المزيكا بتاعتها حلوة. ده ايه ده؟ هاخد الحاجات دي. انا بقى بحب الالعاب دي، ما تقولي بقى عربيات وماريو كارت، ولا تقولي اوف ذا جريد، ولا الالعاب دي. ما بحبش انا الالعاب بصراحه اللي فيها حزق كتير، اللي هو انت لازم تعمل وما اعرفش. ما بحبش انا الالعاب دي بصراحه يعني. الالعاب الخفيفه او اللطيفه اللي زي دي كده بحبها بصراحه، اللي حتى لو انت هتلعبها مع اصحابك يعني فيها ضحك، ما فيهاش جز كتير. المفروض السادس، المفروض كده هكواليفاي، المفروض يعني كواليفايد. تمام، حلو والله ده برضو يعني حلو. انت بتكتشف هنا برضو، بتكتشف فيه ليفلز جديده وفي حاجات جديده يعني، مش مجرد نفس الحاجه بتعملها كل مره. مختلفه شويه عن لعبه كان اسمها ايه، ستورم حاجه كده، اللي هي بتاعت ديزني اللي فاتت دي. تحس انها مكرره قوي، دي تحسها مختلفه شويه، مش قوي برضو بس شويه يعني. لا لا لا، ايه ده؟ انا الاول يعتبر. يخرب بيتك، لا حرام والله. طب الحق نفسك يا معلم، يا معلم. طب الحمد لله كواليفايد والله. ابتديت الاقي اخر حاجه هي بتبقى 3 ليفلز، نفس اللي خسرت فيها من شويه. انا فاكر برضو كنت انت ممكن تمسك حد، لا دي تقريبا في فول جايز تقريبا. يا ولاد الجاز، سكيبيدي تويلت داش. ايه ده بقى؟ مش عارف. لما نشوف ايه سكيبيدي تويلت ده. سكيبيدي تويلت داش، سكيبيدي. هو في ناس سكيبيدي وفي ناس مش سكيبيدي؟ ايه التفرقه دي بقى؟ اوب 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 اوب. طب ايه؟ مش فاهم والله، ايه اصلا الفكره؟ ايه سكيبيدي داش دي؟ مش فاهم يا راجل. بهدوء اهي بس. يا غبي يديك سكين مثلا اللي هو السكيبيدي تويلت ده، ولا مش فاهم انا. بس انا بلعب وخلاص يعني، ولا دي بوتس ولا ايه؟ مش فاهم. فيها بلاتينم البتاع دي ولا لا اصلا؟ فيها والله بلاتينم. البتاع دي انا ما بحبهاش بصراحه، ما بحبهاش. كنت بحسب ان كل ده مش بريكورد بصراحه، كده تبقى كارثه. طب كويس كواليفايد. انا ب4 في الاخر يعني. ده هي تاني؟ ايه ده؟ بس دي تقريبا فيها ليزر، التانية ما كانش فيها اعتقد يعني. ده يا غبي يا مصطفى، غبي والله. هي كانت واضحة. ده اللي كسب المفروض. كليم فيه هدية. طب ما فيهاش سكينز ولا حاجة، ولا ممكن اللي بيكسب بس، ولا ايه؟ مش فاهم، مش عارف. يعني دي ممكن ايه؟ مش عارف، دي ماب مثلا، هي حد مثلا هو اللي عاملها، البليز هم اللي عاملينها، مش عارف. كان نلعب اللي هو واحد بقى اخير، مرة اخيرة، اللي هو اللعبة العادية، مش لا سكيبيدي تويلت ولا اي حاجة. هتقولي حاجات جديدة بحيث نجربها، دي جديدة ماشي، بحيث نجرب حاجات جديدة للفيديو كده. 100 يا ستامبل جايز. اسمها ستامبل جايز ولا ستامبل جاي؟ تقريبا ستامبل جاي. لا يا غبي، ايه الهبل ده؟ هي دي ام الغباء. غبي بصراحة وبستعجل قوي. برضه نفس الحاجة زي التانية كده، اللي هو ترافيك دي، مش عارف كان اسمها ايه. كواليفايد. انا قلت انا وقعت ازاي وانا دوست والله. 6 اخر 6 بقى المفروض هنلعب 6 مع بعض، 6 ضد بعض يعني. دي لسه لعبها من شوية تقريبا، هيتس دي لسه لعبها من شوية، او دي خسرت فيها برضه. وانا المفروض اتجنب دي، المفروض ما اطلعش قدام. لا بقى هكسب يا فيز واندرر ولا ايه؟ المفروض نزل هو، المفروض مات بقى. كويس والله كسبت. والله لعبة حلوة بصراحة يعني، مسلية، وكسبت التروفي بتاع هيتس كمان.
تنبيه بسيط بس يا شباب، هنا المفروض على الشاشه بتاعتي بيبان لي التروفيز، بس انا ما لقيتش التروفيز والحاجات دي باينه في التسجيل، فانا مش مجنون ولا شايف حاجات انتوا مش شايفينها، هو بس حوار التسجيل ده جديد عليا فبنكتشف سوا يعني. لعبه مسليه ممكن يعني ممكن افكر ارجع العبها، ممكن دي اكتر لعبه من ال3 العاب اللي فاتوا ممكن افكر ان انا ارجع العبها مره تانية. لعبه بتاعت ديزني دي مش قد كده همسحها اصلا دلوقتي. بتاعت اوف ذا جريد يعني بس دي ممكن العبها جدا، ممكن ارجع العبها تاني. بس كده. وزي ما قلت لكم فعلا اللعبه دي اكتر لعبه عجبتني لحد دلوقتي، وهي اكتر لعبه لعبتها بعد ما سجلت الفيديو، وكل ما كنت بلعبها اكتر كنت بكتشف فيها ليفلز اكتر ومودز احسن. فبصراحه سامبل جايز هتبقى اول لعبه تتحط معانا في مرتبه اللعبه الاسطوريه، وبجد لازم تجربوها. حتى لو انت عندك العاب تانية كتيره وغاليه برضو نزل اللعبه دي، يعني انت برضو ساعات بتبقى قفلت معاك وتبقى عايز بس تفك دماغك كده او تلعب لعبه دمها خفيف، فاللعبه دي هتبقى اكتر لعبه رشحها لك لكده بصراحه. زي ما رشح لك برضو ان انت تنزل تعمل لايك وسبسكرايب في الشانل عشان اللايكات بتفرحني بصراحه. ده طبعا لو الفيديو عجبك، لو ما عجبكش وعندك تعليق ممكن تسيبه لي في الكومنتات ومنكم نستفيد طبعا. ودلوقتي تعالى يلا نروح للعبه الرابعه، وهي واحده من اكتر التجارب اللي اتمنى ان انا انساها، ان انا شفتها اصلا بعينيا، يعني حرفيا كنت عايز اضرب نفسي ب100 جزمه على اختيار المهبب ده. واللعبه دي اسمها I'm in love with your dead grandmother، يعني الاسم لوحده يودي في داهيه اصلا. بس يلا بينا نشوف اللعبه دي عامله ازاي، يعني يمكن اكون انا ظالمها. اللعبه دي بقى لعبه غريبه جدا، لقيتها اسمها I'm in love with your dead grandmother online battle royale. انا مش عارف ايه اللعبه دي ولا ايه اللي خلاني انزلها، بس حاسسها لعبة غريبة كده، بحس انا مش مرتاح وانا بلعبها بس مش عارف. It's I'm in love with your dead grandmother online battle royale. مين يا معلم؟ ايه ده، هم حاطين لي اعلان جوه اللعبة؟ اكيد مش هختار باتل باس هنا، ايه القرف اللي انا بلعبه ده يا جدعان؟ Welcome to I'm in love with your dead grandmother online. Normally you would be able to join, but during the tutorial, you can't. Et pourquoi? Click there to choose a map. Picking up. Now choose that beautiful map. You're almost done, you just need to start it. Now choose my beautiful skin and start the game. انا اقسم بالله مش مرتاح بجد والله مش بهزر. ايه ده؟ I'm like so high right now. Wait. Hey. I'm quite literally jumping. Oui. ماشي يا عم. You jump. Kicking your small يعني ده Johnson. بالرجل. ايه يا معلم؟ I'm kicking your small Johnson. Congratulations. مش عارف that's بتاع your ده first murder. غريب يا معلم بتعمله ده. ال1 اي خرا يا عم، اي خرا اي حاجة. ايه القرف ده؟ Oh, to join a friend. خلص يا عم. انت هتشرح لي ازاي اتجوين مع فريندز؟ مين اللي تعرف في دماغه هيلعب اللعبه دي غيري طبعا. يا عم ماشي. فن وخرا. ايه ده كمان تشترك؟ يا سلام. لا يا جدعان، لا انا مش هقدر العبها بصراحه. مش عارف انتوا هتفهموني ولا لا، بس انا مش عارف، حاسس احساس قرف كده. لا هي مش هقدر العبها. انا اقسم بالله فعلا كنت مقروف العبها، وحتى كنت مقروف ابص للشاشه بجد، يعني والله بجد مش بحور. انا جربت العاب كتير سيئه عادي في حياتي، بس دي مش بس لعبه سيئه، دي لعبه قذره يعني بجد. انا مش عارف ازاي سوني وبلاي ستيشن سابينها على الستور بتاعهم لحد دلوقتي. اللعبه دي انا مش بس هحطها في الخراره تحت خالص، انا هروح اديها ريفيوز سيئه على كل الويب سايتس. يعني انا من النهارده اكتر واحد هيحارب اللعبه دي، والواد ابن فيها ده شكله مستفز اصلا، شكله بس كده مستفز. المهم كفايه بقى كلام عن اللعبه القذره دي، وتعالوا نروح للعبه اللي بعد كده. لعبه جميله، لعبه هاديه، لعبه تحفه ننضف عينينا بيها كده. بس لا، اللعبه دي هي اكتر لعبه اتبهدلت فيها في حياتي، وبهدله يعني. وده مش عشان هي لعبه وحشه، هي لعبه حلوه جدا، بس دي مشكله عندي انا، او بالاصح كانت مشكله عندي، لاني لما فهمتها بعدين عرفت العب فيها كويس لحد ما. واللعبه دي هي اكيد لعبه دلتا فورس. واللعبه بقى اللي معانا بعد كده لعبه دلتا فورس، اللعبه اللي كانت السبب اصلا ان انا اعمل الفيديو ده، لانها نزلت على الكونسولز اخيرا. انا كنت بدات اللعبه قبل كده اصلا علشان اسجل لكم، ولكن التسجيل راح، يعني مش عارف هو راح فين بصراحه، بس هو مش لاقيه. وبعد كده يعني قلت انا خلاص سجلتها، فلعبت فيها جيمين 3 كده،
بس لقيت التسجيل راح، فانا هبدا ان انا اسجلها تاني. فيعني مفيش هعمل بقى السيت اب بتاع الاول وان انا هعمل لوجن والكلام ده. ولكن يعني عايز اقول لكم انا مستواي فيها زي الزفت بصراحه. يعني لعبت تقريبا 3 4 مرات زي النيله. فايه ما تضحكوش عليا بصراحه يا جدعان، لان انا مش نوعي المفضل خالص من الالعاب، يعني الالعاب الشوتر دي. بحب الكامبينز اكتر في العاب زي باتل فيلد مثلا. حاجه كمان اللعبه دي بتعصبني جدا يعني. ممكن اكتر لعبه شتمت فيها او اكتر لعبه اتعصبت فيها في اخر 5-6 سنين مثلا. لا 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 انا مش فاهم. لا 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 يا جدعان، لا يا جدعان بجد. انا اعمل ايه؟ عاتدة الجنود. مش عارف ايه ده. خلاص ماشي هلعب كده خلاص يعني، فاهم؟ مش هقعد انا اغير في حاجات كتير وخلاص. هو كده. كنت اتفرجت على فيديو اليوتيوبر اسمه علي اكس تقريبا، ده يعني من اقوى اليوتيوبرز في لعبه دلتا فورس. قال لك على حاجات كده تعملها في السلاح عشان تحسن الايم بتاعك الكلام ده، ولا الكلام ده كان معايا اي نتيجه. طبعا ده مش استنقاصا من علي اكس. انا الالعاب دي فيها بصراحه ما بعرفش العبها خالص. الهجوم والدفاع، الصعود. في ماب كان اسمها مش فاكر اسمها تصدع او حاجه زي كده، دي كانت لذيذه. تحس فيها باجواء المنطقه عندنا كده، او بتحس مثلا اجواء باكستان، الحتت دي. يا رب الخايف بصراحه. خايف يبقى شكله وحش قدامكم، فانا هحاول ان الدنيا تبقى تمام يعني. ده هما جايين بمراكب. دي كانت عايزه تبدا بسنايبر دي. خدني معاك يا كابتن. ده هنا في كتير. حد يجي معايا يا شباب. شفت؟ هو ده اللي بتكلم عليه والله. انا مش عارف المشكله فيا ولا في ايه بجد والله. خلاص يا عم شكرا خلاص. انت بتنازع الحياه انت كمان. بسنايبر. طيب استنى، نزلت اصلا. ده ولا واحدة جيت يخرب بيوتكم كمان. شكرا. انزل فوق الخزان الأخضر ده كده ونشوف الدنيا. لا مش عارف بجد والله المشكلة في ايه. ده مفيش ولا مرة من المرات اللي انا دخلتها لي يعني لعبت جيم كويس بجد والله، ولا مرة. ايه ده؟ ايه الهبل ده؟ على فكرة المشكلة دي انا شفتها لك كذا حد بيتكلم عليها، ان هو مرة واحدة كده بيخرجك من الماتش اللي انت فيه حتى لو انت عندك الكونكشن كويس كل حاجة. مش عارف دي بقى مشكلة سيرفرات مثلا جديدة عشان بلاي ستيشن وكده ولا ايه، مش عارف. بس يعني على رأيك انا حتى يعني لو كنت كملت كنت ههبب ايه. لا الضرب بيجي علينا منين ولا منين انا مش عارف والله. لا يا جدعان بجد. لا والله ده مش طبيعي. الخرا اللي انا بلعبه ده. انا كنت بلعب العاب شوتر قبل كده معرفش بتاع ده العيب بقى في اللعبه ولا العيب فيا ان انا بقالي كتير ما بلعبش ولا ايه. بس هو يعني في مشكله. اللعبة دي بتضغط عليا نفسيا بطريقة مش ممكنة والله. ايه ده بوم هنا كمان؟ الله العظيم يا رب استغفر الله العظيم. لا شكرا كفايه قوي لحد هنا. القرف ده انا مش لا كده كفايه.
وانا سايب اللعبه دي للاخر عشان لعبه حلوه ولعبه منتظره ونازله بقالها كتير على ستيم ونازله كتير بقالها كتير على الموبايل. قلت الكونسول هتبقى لعبه حلوه، لعبه زي النيله بصراحه. مش عارف، مش عجباني. هي حلوه بس مش عارف يعني، ممكن مش نوع المفضل في الالعاب. والله ده البيلد اللي المفروض اسمه علي اكس تقريبا، هو اللي المفروض قايل لي عليه في الفيديو يعني بتاعه. خلاص ماشي، هنجرب ده كده وايه، يا رب بس يطلع تمام. صفوف الخنادق، شايف ايه صفوف الخنادق دي؟ اول مره العب فيها تقريبا. اخيرا كل. ايه القرف اللي الواحد فيه ده؟ يا انا اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ انا بعمل ريسبون عشان اموت، انا بعمل ريسبون عشان اموت. دي لعبه متخلفه، دي لعبه بجد متخلفه. حلوه. انزل عند الواد ابن الجزمه اللي تحت ده. انا مش عارف صراحه، وفي مثلا اسلحه اقوى من اسلحه، مش عارف. ادي يلحقني بقى يا جدعان، انا جنبك اهو، انا جنبك يا بنتي. المشكله انها مش بتقيم ولا بتعمل حاجه، بتتمشى. طب ما تعملي لي ريفايف يا بنتي. هبل ده. بدات ازهق والله يا جدعان. اكيد لو انا بكسب انا مستمتع بس. كويس. ايه ده؟ ماشي هنروح على الدي 2 بقى وخلاص. للأسف خسرنا. ماشي والله يعني لعبة مش وحشة بصراحة، بس انت عايز بس تبقى تفهم انت بتعمل ايه ورايح فين وجاي منين، وعارف اللعبة وعارف الابيليتيز وعارف كل حاجة عشان تعرف تستمتع بيها. فيعني اديها وقتها. مشكلتها ان انا لسه يعتبر اول مرة اجربها معاكم. قلت لكم لعبت جيمين بس قبل كده، فيعتبر مش حاجة جامدة يعني، بس والله كويس. بس شكرا يا دلتا فورس. بالظبط زي ما انا قلت لك كده، لازم تبقى فاهمها وتتجلد فيها شويه علشان تعرف تلعبها وتستمتع بيها، وده اللي انا عملته على فكره بعد الفيديو. بقيت العب اللعبه دي كل يوم شويه كده، وحقيقي لقيت في مستواي تحسن ملحوظ. بس بعيدا عن مستواك ومستواي في اللعبه دي حلوه جدا. كفايه ان هي بتقدم لك لعبه وطرق لعب وجرافيك زي العاب تانية بتتباع بسعر عالي جدا زي كول اوف ديوتي وباتل فيلد، انما اللعبه دي بتقدم لك كل ده مجانا. هي فيها شويه مشاكل في السيرفرات، بس يعني ممكن عشان اللعبه لسه نازله جديد على بلاي ستيشن 5 فالمشاكل دي موجوده، بس كل ده بصراحه ما يمنعش ان اللعبه دي حقيقي لعبه حلوه جدا وتستاهل التجربه. كان فيها مودز اكتر بكتير من اللي انا لعبتها، فانتوا بقى ادخلوا جربوا بنفسكم. علشان كل الاسباب اللي انا قلتها لكم دي، لعبة دلتا فورس هتكون معانا في مرتبة الألعاب الأسطورية. وبكده نكون خلصنا التجارب بتاعة الفيديو النهاردة، وانتوا بقى ما تنسوش تكتبوا لي في الكومنتس الفيديو عجبكم ونعمل منه جزء تاني، ولا الفيديو وحش فنوقف على كده. ولو عجبكم وعايزين أجزاء تانية منه قولوا لي على الألعاب اللي تحبوني أجربها إن شاء الله في الفيديو الجاي. وانت تحت كده بقى ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب عشان نوصل ل 2000 مشترك في أقرب وقت. وفي النهاية شكرا لكل حد وصل لحد هنا، خلوا بالكم من نفسكم وسلام.